وصولنا وعرفنا تفاصيلنا. صباح الورد والفل والهنا وكل الحاجات الجميلة. ازيكم حلوين؟ وحشتوني كتير كتير جدا. الفيديو بتاعنا النهاردة بقى هنعمل شوية فراخ مشوية روعة، هتدعولي عليها وهتقلب ريحة البيت. الفراخ المشوية ليها طرق كتير قوي، يعني طرق كتير قوي وتتبيلات كتيرة جدا ممكن نعملها بيها. النهاردة التتبيلة اللي انا هعملها بيها، بنجيب الفراخ بنغسلها كويس جدا، بننقعها في شوية ليمون وخل وملح، ونتأكد ان هي تماما نظيفة وما فيهاش اي ريحة زفارة. هقطع البصل وهقطع كان عندي فلفل زي ما انتم شايفين كده الوان في الفريزر، فهحط شوية فلفل وهحط البصل وهضربه في الخلاط شوية، وهحط معاه طماطمايه وهضربها في الخلاط شوية، وبعد كده هضيف لحد ما اخلص بقية الكمية. هضيف البصل لحد ما اخلص الكمية كلها. هحط معلقة كبيرة ليمون ومعلقة كبيرة خل، وهحط كمان ماجي. على فكرة الماجي بيخلي طعمها حلو قوي. وهحط كمان روزماري وشوية زيت زيتون. دي الحاجات اللي هي هتتضرب في الخلاط مع بعض عشان اتاكد ان هي دابت تماما وما فيهاش اي كلاكيع. نيجي بقى للتوابل اللي هستخدمها. اول حاجه احطها معلقه صغيره، معلقه شاي ممسوحه سماق، ونص معلقه ليمون بيبر سيزنينج برضو معلقه شاي، ومعلقه صغيره بابريكا، شويه فلفل اسود حوالي يعني ربع معلقه شاي، حوالي ربع معلقه جوز الطيب، ربع معلقه كمون، وربع معلقه كزبره ناشفه، وهحط شوية بهارات فراخ، وهضيف عليهم خليط البصل اللي احنا ضربناه في الخلاط. هضيف كمان معلقة توم تكون مفرومة فرم ناعم قوي، ويستحسن تكون مضروبة في الخلاط يعني معجون توم. وهحط كمان معلقة طماطم مجففة، بيعملوها زي دبس الطماطم كده. هحط كمان حوالي معلقة وربع دبس الرمان. دبس الرمان ممكن نستغنى عن الخطوة دي لو انتم متحبوش. مش هحط كتير عشان انا مش عايزة الفراخ تكون سويت. هحط بس شوية صغيرين قوي، بتدي طعم حلو قوي للفراخ، وكمان بتدي الفراخ لون. واخر حاجة هحطها شوية ملح. كده التتبيلة بتاعتي جاهزة ان انا احط فيها الفراخ. اقل حاجة تسيبي الفراخ في التتبيلة دي على الاقل ساعتين، ويستحسن لو نبيتها قبلها بيوم. خدت شوية من البصل، هحط عليهم شوية ليمون اند بيبر سيزنينج، وهحط عليهم كمان شوية سماق وشوية ملح وفلفل اسود، وهقلبهم كويس في بعض وافرفطهم كده عشان اشويهم هما كمان. بيبقى طعمهم حلو قوي لما بيتشووا جنب الفراخ والبرجر. هسيبهم بقى يتبلوا كده براحتهم وهركنهم على جنب. وهعمل الحشوة بتاعة السمبوسة. هعمل حشوة خفيفة خالص وفي نفس الوقت لذيذة جدا جدا. هخرط خس حتت صغيرة، هخرط فلفل وشوية كزبرة خضراء وبقدونس ونعناع. نوع الجبنة اللي بستخدمه اوريدي حادق، يعني مش محتاج ملح. ممكن لو عايزين تحطوا شوية زيت زيتون عليه، انا مش هحط زيت زيتون، هحط بس شوية فلفل اسود صغيرين وشوية كمون وشوية زعتر صغيرين. نقلبهم كويس وكده الحشوة بتاعتنا جاهزة. السمبوسة ممكن نعملها بالطريقة التقليدية اللي هي مثلثات، وممكن نعملها أسرع وأسهل طريقة هنعملها رولز، يعني هنلفها كده وكده كده مش هتفك لأن أنا هسويها في الفرن. فهدهن الصينية دهنة خفيفة زيت زيتون، وهدهن الوش بتاع الرولز دهنة خفيفة زيت زيتون، وادخلها الفرن لحد ما تحمر وكده تبقى جاهزة. هجهز السفرة تجهيز بسيط خالص، مش هحط فيها اي ديكوريشن او اي حاجة، حاجة بسيطة جدا يا دوب بس الاكل. وهشوي الفراخ، وانا بشوي الفراخ هجهز مكرونة سباكيتي. مش هصورها عشان مش عايزة اطول عليكم الفيديو، وبعدين المكرونة السباكيتي يعني سهلة، امرها سهل يعني. بس لو عايزين تعرفوا انا بعملها ازاي اكتبولي وانا اوريكم كذا طريقة ليها. في التوقيت ده من السنة ما بقدرش اقعد بره مدة طويلة خالص، فمش هينفع اشوي بره لسببين: اولا بتمطر جامد، ثانيا عشان الحساسيه بتاعه الربيع. هشوي جوه. جبت شوايه الكهربائيه، هي المفروض ان هي نون ستيك، بس طبعا مفيش حاجه نون ستيك 100%، ساعات الحاجات بتلزق شويه. فهدهنها بس دهنه زيت زيتون خفيفه، نقطه بس اوزعها عليها كده، وهبدا احط الفراخ تتشوي. وانا بشوي ما بعليش النار قوي على الحاجه عشان تستوي كويس من جوه، ما تحمرش بس من بره وتفضل نيه من جوه. لما تقرب تستوي هرش عليها من على الوش بابريكا اللي هو الفلفل الاحمر الحلو. كان عندي شويه برجر كمان في الفريزر، فطلعت منهم شويه اشويهم بالمره.
لك سمنه وعلى راسك افطرنا.